ها نبدي. أعزائنا متابعينا، طبعا اليوم نجدد اللقاء حول برنامج وتاريخ النجف الأشرف. واليوم طبعا احنا هاي عدة لقاءات طبعا سابقة حول الأطراف الأربعة. نعم. طرف البراق والعمارة، وطبعا طرف المشراق وطرف الحويش. اليوم احنا طبعا خصوصا في محلة البراق، واحد أزقة أو احد عقود محلة البراق. طبعا اليوم نتشرف بالشيخ علي الغريباوي. طبعا هو من مواليد 1950 ومواليد هذا الزقاق، وهو الزقاق وما يسمى بزقاق حمزه الكببشي او هذا الدليل، او منو مثلا، او منو مدرسه الشربياني، او مدرسه الشربياني، او مدرسه الشربياني. هذا بدقيقه ابو زهره، ولو انا قاطعك، طبعا احنا اليوم نتشرف بك حول برنامج وتاريخ النجف. هذا العقد من طبعا احد افرع شارع الرسول، وينتهي الى داخل محله المشراق او البراق. ابو زهراء، طبعا اليوم احنا شيخ علي نحب نشرف بك بهذا اللقاء. اليوم تحدثنا عن هذا العقد، لان انت طبعا من مواليد هذا العقد ولكم الكلام. هذا العقد اخر عقد من محله الحويش. هذا حاليا تابع للحويش لو للبراق؟ هذا للحويش، موجود سجلات الطابو، من تفتح سجلة الطابو. اي نعم. هذا الحويش، هذا الحويش حد لوين؟ حد الى بيت كاظم الحداد. حد الى بيت كاظم الحداد. هذا براق يبدي. بل. وهذا العقد اللي بصفنا براق. نعم، هذا العقد براق. هذا اللي بصفكم براق. هذا براق. هذا براق اللي هو عقد 86. هذا كان قبل القص، كان امتدادا الى سوق الحويش. سوق الحويش. هذا فرع اول ساعه حاليا فرع قبال فرع، فرع قبال فرع. هذا يروح سوق الحويش. بيا سنه صار شاعر الرسول ابو زهراء؟ اتصور بالخمسينات. بالخمسينات. يعني قبل ثوره عبد الكريم خالد. ركن هذا العقد كان من حمزه الكببشي. هذا حمزه كان اول ما انفتح قاعد به. حمزه الكببشي. بلي. هاي. وهنا عندك الله يرحمه حج يوسف. كان قبل حج يوسف. قبل حج يوسف. حج كريم الشماع. حج كريم الشماع. باعه اشتراه حج يوسف بالطابور. الله يرحمه. نعم. سوى سكله. يبيع حديد وشيلمان، وبعدين الله رزقه سوى فندق. سهله حج يوسف. تفضل ابو زهراء. هذا شنو الفندق؟ هي ابو زهراء ولا اقاطعك، كل معالم العقد تغيرت. تمام ابو زهراء. صحيح. يعني مثلا صارت فنادق. هذا البيت نعم كان الحج كاظم الطريحي. هذا للبطريحي. للبطريحي. حج كاظم الطريحي كان رجل كبير السن. ثوره. صورة. هو زوجته عنده الصور بنات، ولد ما عنده. نعم. فيخيط الستر القديمة. نعم. هاي يسموها ساقو. الستر القديمة. نعم. الستر القديمة. نعم. هو كان خياط. هذا شنو؟ اللي ويا مرتبط ويا حمزة الكببشي. المحل كانت عمارة مشتريها واحد، هي وهذا اشتراها شخص من بيت شربة. نعم. ما أعرف اسمه. فهذا سوى المحل وهذا سوى البنايه. نعم. كانت نقابات العمال يقعدون به. وبعدين خيايط، وبعدين عادل الخياط او خياطات مودرن. عرفه. قام يصلح مكاين به. بعدين مصور شو اسمه، مصور مواهب. يعني نقدر نقول فتره الستينات بالسبعينات وكذلك الثمانينات. بلي ابو زهراء. نعم. هذا شنو؟ والله وجوه ما اعرفه بعد. لا تيهيد. شوف عيني. هذا البيت. هذا حاليا البيت صار هو مطعم. هو مطعم. نعم. كان المن الحج سعيد الصايغ. بلي حج سعيد ابو علاوي. نعم. فكان ما يخالف حج سعيد الصايغ. نعم. زين. بلي ابو. سفروه كان يرتبط من هذا العقد ذاك العقد. نعم. بيتهم كبير، فباع اشترى شخص من بيت الرفيع. بيت الرفيع. بلي. أسهل بيت الرفيع. نعم. هو ظاهر مطعم. عموما بلي ابو زهراء. هذا قلنا هو نفسه هذا للبطريحي. هذا ينتهي للبطريحي. هذا. هذا البيت. نعم. هذا كان قاعد به رجل مكشد من أهل الحيرة. من أهل الحيرة. من أهل الحيرة. نعم. يصيحوا له أبو ما شاء الله.
ابو ما شاء الله. نعم. سفروه. ابنه كان عنده محل خرازيه، ما خرازيه منزليه. نعم. شارع الرسول. شارع الرسول يم فرع السيد السيستاني. بلي. وين مكان على دوز كان هناك. هو اشتراه منه على دوز. نعم. قاعد فيه. بلي. هاي هي. بعد اي تفضل تفضل ابو زهراء. هاي يعني هذا كم العقد غير ابو زهراء؟ هاي مدرسة الشربياني. هاي مدرسة الشربياني. معلوماتك عن هاي المدرسة؟ هاي المدرسة بالستينات كان طابق واحد. بالستينات كان طابق واحد. نعم ابو زهراء. اجى واحد رجل راد يسوي خيريات، طبعا والدي بي الى حجرة. الى حجرة يعني طالب حوزة هنا حجرة. هي تحتوي على 15 غرفة. بنى فوق ذاك ذيك المكتبة. مكتبة. نعم. المكتبة. نعم. وهاي القواطع والشيلمان هاي الطالعة. نعم. نعم. هذا مدرس. نعم. وهذا هذا شوف لاحظ شنو؟ هذا مثل يسوون به هذا يسوون به اكل طعام، هاي شغلات يعني مثل المطبخ. مثل المطبخ. اي نعم. من كان يدرس بهذا؟ كان يدرس فيه كفاية الأصول الشيخ مرزا كاظم القرابة سفروها. نعم. هذا كان يمتلي يفوق كلها طلبة تجي شوف ما لك محط رجل. كانوا يدرس فيه هنا الصبح يومي. هاي وهاي مدرسة الشربياني. هاي لابد تراثية هسه المدرسة يعني ما بيها حداثة بالبناء. ما بيها حداثة. بس هذا لكن لو تطبل ما خلون. المهم بيطلع عمي انا ابوي هنا الى حجرة. اي رفاق. يعني منعوكم من الدخول؟ اي ما خلون ما يقبلون من زمان يعني عموما. فهذا المدرسة انا قلت لك هاي الفوق الطابق بس من على العقد. نعم. ليش الجهه لا ماكو بنيان. هذا ثواب عن ابنه سواه. بقت هي مدرسة على بلي. هذا البيت هذا اللي مضروب الساحه حاليا مكتوبه حسينيه ابو الفضل حسينيه ابو الفضل عباس. نعم. هذا المكان انا صرت وصورت كان قاعد به حجي مهدي العبودي او حجي مهدي الشرطي. نعم. ابو كريم، ابو الدكتور عبد الجبار وكريم وحسين. نعم. ورضوان الله يرحمه توفوا. نعم. بس حسين موجود، من البقيه كلهم توفوا. هذا المن تابع البيت محيي، فهو كان قاعد به الرجل ايجار. ابو محي ذولا. هذا إلهم. ابو يوسف. اي ابو يوسف. نعم. هذا ابو زهراء. هذا البيت اللي كان به قاعد ابو جلال. من هو هذا ابو جلال؟ ابو جلال رجل كان بالاسير واجا من الاسر. يعني شاكر بدر اسمه. شاكر بدر. وتوفى الله يعني ما تعرف عنوان عشيرته وكذا؟ عشيرته هو من اهل البصره، اجوا لهنا نصار القصرف، اجوا لهنا قعدوا. زين. فما ادري شلون اشترى. سابقا قبل ابو زهراء، قبل هذا الرجل من سابقا قاعد هنا؟ ما عندك معلومه مثلا؟ هم بيت حجي عبد الحسين محيي. سلام عليكم السلام. حجي عبد الحسين محي الله يرحمه. حجي عبد الحسين محيي. ابو علي وابو حسن. وذاك العقد ابنه حجي سعيد. نعم. كان عنده محل. عنده محل مال عطاريه. عطاريه اقبال فرع. لا اقبال شيخ عباس ابو اللبن. بلي شيخ عباس الله يرحمه. زين. هو هذا هو فشاكر بدر. نعم. قاعد به توفى. ولده منه رائد. نعم. ورعد. نعم. جلال مدرس. نعم. هنا كان يبيع شغلات ملابس، ما ملابس اي خفيفه يعني. ملابس هسه بعد ما صور قاموا من هو متروك البيع. هذا بيت. هذا البنواس وانعم واكرم. ذولا الجيران اغاتي. هلا بحج ظافر. هلا وظافر. فد نبذه على البنواس ابو زهراء. هذا كان البيت الحج الله يرحمه حجي عبد الزهره. نعم. ابو نواس منو ابو جبار. احنا احنا ضيفنا ابو ظافر نواس نتشرف به من خلال لك انا حول برنامج وتاريخ النجف. وحسون. ورضاوي. نعم. توفى. الله يرحمه. قاعد منه حجي احمد. بلي. الله يرحمه. الله يرحمه. من توفى قسموه العشاء. هو اتصور من اول مقتص. ها من اول مقتص. من اول ما احنا هاي الساعه هذا بيت الجماعه. بقى يعني بقى البيت للبنواس طبعا واكرم. وهذا بيهم. احنا هذا التاريخ تدري شنو تاريخ ابو زهراء؟ يعني انا ما لقيت مثلهم
غيور على اهله وعلى جيرانه. نعم. اي بالله الكريم والله كل ما نعرفهم كلهم حبابين. حبابين. هذا قاعد هنا أنا ابو احسان. اي ابو احسان طيب. طيب اي موجود. ذاك قاعد بي ولد من اولاد عبد الزهره. اي شاطئ. اي مشى شوي ابو زهره. يلا ويانا ظافر هم شوي ساعدنا ويا ابو زهره لو ما لك خلص. يلا اي يلا براحتك بلا ابو زهره. هذا بيت اي صغير كان واحد صاحب هندي. يقول عبد الزهره. اي هذا لا مو عبد الزهره ما ادري به ما شوي. اي عبد الزهره غير. اي صح. اي صحيح. احنا هذا اسمع لي هذا عبد الزهره. احنا ظافر حنخليه مثلا ضيف. هذا على هو كان قاعد مأجره. ايه هندي واحد شيخ. نعم. هندي. بلي اتصور ام جبار اشترته. نعم انا اتذكر هيك. اي صحيح. تفضل ابو زهره. هذا البيت هذا كان دولان. هذا كان سابق الدولان. دولان. نعم. البيت الرفيعي السيد عبود الرفيعي و اخو ابن عمه او اخوه. نعم. اشترى منه سيد عمران. بلي ابو زهره. سووا هذا فندق الشفا. هذا ابو زهره. هذا دولان كان. نعم. بيوت اثنين. نعم. فاشترى سيد عمران. نعم. و حاليا يسوي السيد عمر سابقا قبل سيد عمران. هو صار كله فندق الشفاعة. بقى هذا كان قاعد به سيد عبد الامير حبوبي رجل مكشر لابس عمامه خضراء. نعم. ابنه ما اعرف ايه او رجل واحد عندهم معقل. تعال هنا ظافر. فعليكم السلام. من اشترى من عند سيد عمران من من شو اسمه شيخ لا رواني. شيخ الرواني شيخ محمد باقر رواني. نعم بلي. اما ورا السقوط اجى هنا وشفته واشترى من عنده وكمله. بلي تفضل. صار كله فندق الشفاعة. سيد عمرو. هذا البيت اللي قبالك هذا ابو مال الله. مطعم المرجع. هذا مال الله. شوف هذا جوه لي جوه تنزيل. قاعد من بي. نعم. صالح مال الله. بلي صالح مال الله خوش. يعني سرداب نقدر نقول. اي مثل سرداب بغرفتين. شوي هنا أنا ابو زهراء ولا زحمه. ظافر شوي هنا يمنا. بغرفتين. نعم. وجوه هو ومرتبوه. نعم. هذا بصفه منه. بلي. هذا بصفه قاعد بيه عبد الزهره. عبد الزهره مال الله. مال الله اخوهم. بلي. زين. قاعد هنا باعوا سووا هذا الله. نعم. نعم. هذا الدوران لا سابقا للرفاعي. اي انا اسمح لي انا اقول لك عليكم. هذا كان علما بالستينات. هذه الحاج شنشول الجنابي. من وين؟ هذه الحاج شنشول الجنابي. هذه بسوق التجار. نعم. يبيع ملابس هذا اقمشه. نعم. توفوا اشترى سيد روح الرفاعي. هذا اشتراه والوراء. هو اشبه باللي ملغي ابو زهراء لان اي صار باب اي اشبه باللي ملغي. اي نعم ابو حج ظافر. بل ابو زهراء تفضل ابو زهراء. هذا بيتنا. هذا بيت بقى على وضعه. شو اشوفه بطابع تراثي ولو صار خرابه. هذا بيتكم؟ هذا بيت. بيتكم. خل نطب له شوي ابو زهراء. تعال ظافر. هو هذا شنو المر يعني مأجريه. مأجر بلي مأجر. اي هذا ذولا من فوق. نعم. هذا الفندق بلي. واستدل عليهم شلون انه ذولا قاموا يذبون الاوساخ. نعم بلي. ها كان مكشوف لي فوق فيذبون اوساخ تكور. صار يجيبوا تنك النفط. حرقوا من احترق حتى اجوا الشرطه وهذا واجوا وقفوا ابني عم عزيز
عميد هنا بالشرطه. نعم. قال له عم بيت الدعم. قال له عم ايش عليه هذا الرجل؟ هذا قاعد بغير مكان. عموما السحله هذا مو موضوعنا ابو زهراء، هذا فهو شنو عن هذا البيت ابو زهراء. ورا اسالت، رحت له بالفندق، قال انا اقول لك عمي من يذب الاوساخ. احنا المطعم مالنا فوق. هو الزاير من يكمل. نعم. ريوقه يلفه الزاير يلفه. الزاير اللي في الوسط. نعم. هذا نقدر نقول شو اسمه بيت من ابو زهراء؟ هذا بيت الشيخ عزيز الغريباوي. بيت الشيخ علي الغريباوي. بلي ابو زهراء. هذا. نعم. هذا البيت. بلي هذا الفندق حاليا. الفندق. نعم. هذا المن. المن. هذا كان تعب ابو زهراء. يا بي رجلي يعني. هذا التقرير مال جيراني الله يلعنه. ويلي كانت هم تقارير سووا عليه. ويلي. بلي ابو زهراء. هذا كان والدة سيد مسلم الحلي من بيت العزام. نعم. زين. يعني تابعين للعزاميه السادة. العزاميه. نعم. ومنه واخته. نعم. مرت فيهم فتوفت الام. نعم. باعوا من اشترى؟ حج عباس عوض من اهل الحله. نعم. من اهل الحله. نعم. نعم. بقى فتره عباس عوض ابنه مدفون بصف مقبره النايمي. مو هاي المقبره مالت اول وحده، هاي مالت النايمي. نعم. بلي مدفون هناك. نعم. سلام. هذا انقتل بحرب الشمال. وباع اشترى منه بعدين سيد عمران الرفيع سويه ملحق للشفاعه. نعم. بلي احنا حنخلص ابو زهراء، قوم شوي ولا تعبتك احنا تعبنا. لا. هذا البيت. نعم. هذا الشيخ محمد الغريباوي. هذا عمي. عمك اي عم يعني ابن عم ابوي ما زوج عم. نعم. نعم. هذا لهناك. هذا بيتكم ما زال لكم، وهذا بيت عمك ما زال لكم. اي نعم. كان حصص اكل والدي. نعم. وحصص اكل هو إله. تفضل ابو زهراء. زين. هذا منو؟ هذا البيت دير بالك، هذا البيت الى شيخ حسن الدخيل. شيخ حسن الدخيل. شيخ حسن الدخيل. نعم. سوى النقل ابن ضياء انقبل بكلية الطب. نعم. وظل يدرس هناك، والبنات تزوجن فهو بقى هناك، والرجل توفى. فقام يجي كل سنه يجي ياخذ الايجار منه. هذا البيت خاصيه. هو حاليا المأجار. هذا مأجر فندق اخذ. البتول. بلي. اخذ. هذا بيت خاصيه. شنو الخاصيه؟ انه اي واحد يطلع يأجره ويطلع من البيت يكون يشتري له بيت. يا الله. فعتبته كل زين. يا الله. زين. هاي قريب النهايه. يلا راح نشرف بحج ظافر. هاي شنو الخرابه ابو هاي لابوي اسهم، والشيخ محمد الله يرحمه. نعم. ولا زالت لكم. وللبجلو 21 حصه للبجلو. هاي طارت الحصص راحت. هاي لا هم يجون يبيعون بقى النساء مال 3 نساء. نعم. بل تفضل ابو زهراء. هاي. سلام اغاتي. سلام اغاتي. هلا حج سعد. سلام. الله يرحم موتاك حج سعد. هلا مرحبا عليكم. هذا الدولان. هذا الدولان. الدولان هذا الدولان تقصد؟ هو هذا الدولان اللي جوا. ما ادري هذا ما اعرفه هذا الا من نافاق. لا هذا بيت مال علي الطريحي. هذا القبانه. والدولان من تفوت له. لا هذا اول كان هنا بيت. ليه جوا. كانوا البغيبي قاعدين فيه؟ هنا قاعدين فيه. احنا هنا نوقف ظافر. هنا. شوف عيني. هذا حج علي الطريح. هذا حج عبلي. وكيل غذائيه بشارع الصادق. نعم. زين. هو امه ما عنده بزر، هو طبعا عقيم. والدته وعمته. نعم. فوق غرفه مأجرها شيخ تبتي. ابو مرتضى. نعم. هذا ايضا سفروه. عليكم سلامة غات مولاي. نعم. هذا سفروه. نجي المن اللي بصفوه صورة الدولان. صور. هذا الدولان. نعم. بيت
سيد جواد غيبي. بلي بيت جواد غيبي، هذا الدوران. اي الدوران بصفوه. اي بيت زاير غيبي. بيت زاير غيبي نعم. بعدين بيت صالح اليعقوبي. نعم. ابن عم الشيخ. هاي كلها بيوت هنا. والشيخ والشيخ هادي اليعقوبي. بلي. زين. نعم. وبعدين منها مهدي الجعيفري. بلي. هاي صاروا قد 7 اسر. اي مهدي الجعيفري. نعم. وفاضل الصباغ ابو عصري. اي وبصفه صار 8. 8. اي ومنو حجي خضير ابو حجي عباس. صاروا 9. 9 ذولا قاعدين هنا. الصور قلب الجعيفري بهم يعني بيتين. ب4 عوائل. نعم. يعني احنا هسه لو نريد نقيس حاليا الحياه، حياه هالايام مثلا وحياه السابقه، نقدر نقول تتطابق وياي الظروف الحاليه؟ لا يعني ما تتحمل الاسر هاي. لا كلها طلعوا خارج. يعني خارج هاي المنطقه. نعم. الابراق اللي هي. يعني قصدي احنا سابقا كانت الناس عايشه ببساطه ونقدر نقول ما يعني مثلا بيت جواد غيبي من موجودين؟ هو وزوجته وابوه حجي عبد الرضا، سيد عبد الرضا غيبي. نعم. هاي 3. 4 اولاد وزوجته وبعد بنيه عندهم. نعم. شفت كم واحد 10 في البيت. هو في البيت الكبرى ماكو مشاكل. يعني كانت حياه طبيعيه. لا مشاكل. اكو تواضع بالعمل، اكو تواضع بالكلام، ناس كانت بساطه عندها، ما عندها اكو عافيه، يعني ماكو تعقيد بالموضوع. ابو زهراء ايش عندك بعد تسولف لنا؟ لو خلصت بعد كل شيء خلصت. هو هذا عقدنا. احنا حج ظافر نشرب بحج ظافر ونشرب حج ابو زهراء حج شيخ علي الغراباوي بهذا اللقاء حول برنامج وتاريخ، وهذا توثيق لهذا العقد. اكو كتاب. احنا بلي تفضل. اكو كتاب 6 مجلدات. نعم. عن تاريخ وجغرافية النجف الأشرف. نعم. أول مجلد. بلي. أول واحد عن الحويش. نعم. والأبراق. نعم. طبعا أنا مطي معلومات بهذا العقد. بلي. مطي معلومات هذا بالكتاب. هذا بالكتاب دكتور صادق المخزومي. نعم. نعم. بلي. موجود الكتاب. بلي. فطابعة يعني طبعا. نعم. أصور 6 مجلدات. نعم. ينباع ب 30,000 عموما احنا بهذا فهذا كله ذاك اذا تحب تراجع ان شاء الله. احنا بنهايه هذا اللقاء بيكم بحج ظافر، احنا نشرف بكم بهذا اللقاء حول البرنامج. اكو مثلا كلمه اخيره حول هذا اللقاء ابو زهراء؟ ما عندي شيء. انا اتمنى لكم كل موفقيه. احنا زحمناك؟ لا بالعكس، احنا زحمناك. هذا العقد لقبه ابو شيخ علي قال اما حمزه الكببشي واما مدرسة الشربياني او مدرسة الشربياني اللي هي معلم اللي بصفكم. هم كذلك كنقطة دالة البنواصة ما نقدر نقول مثلا هم كنقطة دالة هم الوحيدين حتى الآن موجودين. العائلة الكريمة يعني بضيافة الشيخ عادل الله يعطيه العافية. احنا طبعا نشرف بكم بهذا اللقاء ونشرف حج ظافر ونشرف طبعا ضيف الشيخ علي الغراباوي حول برنامج وتاريخ ونشرف ونشكر مصور برنامج منتظر الحاب. شكرا جزيلا.